ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. انا بخير واتمنى ان انت كمان تكون بخير. والله من كتر من موضوع الفيديو دوت مهم جدا 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 جدا، انا مفكرتش حتى اعمل مقدمة طويلة ومهمة عشان اشدك والكلام دوت. هو الموضوع اصلا يشد لوحده. يعني مين فينا كده ما كانش قاعد في يوم كان عايز يكون صانع محتوى او يقدم محتوى على السوشيال ميديا ويكون مشهور بقى ويجيله فيوز والكلام الحلو ده؟ انا شخصيا كان نفسي اكون صانع محتوى، بدليل ان انا بعمل لك الفيديو ده دلوقتي، فتقريبا انا صانع محتوى يعني تقريبا، ممكن مش مهم. المهم ان انا مع صديقي النهارده وهقول له ازاي يكون صانع محتوى في 2026. بس ما تزعلش مني، انا مش جاي اشجعك، انا مش جاي اقول لك كلام حلو يشجعك عشان في الاخر تيجي تجرب تلاقي ان الموضوع صعب وتحبط. لا، انا جاي اقول لك كلام واقعي، يعني الكلام دوت انت هتاخده مني هتنفذه هتلاقي نتائج. واول حاجه كده يا صديقي، صناعه المحتوى بقت صعبه، ده مبدئيا. يعني ما تفكرش ان الموضوع بقى اسهل، لا يا صديقي، الموضوع ما بقاش اسهل، الموضوع بقى اصعب. طب ليه الموضوع بقى اصعب؟ بسيطه. زمان كان ممكن بس ان انت تعمل فيديو دقيقتين وتنزله هتلاقي ان الناس بتشوفه عادي، مش مهم بقى الامكانيات اللي معاك، مش مهم الجوده، مش مهم اي حاجه، لان ما كانش فيه تنافس شديد زمان. لكن دلوقتي في 2026 يا لهوي، ده فيه تنافس شديد قوي، اي حد ممكن يعمل محتوى، وده خلى المنافسه صعبه. فعشان تنافس وسط كل صناع المحتوى دول انت لازم تتميز. فهنا الصعوبه، انت هتتميز ازاي؟ زمان كان التميز يا دوبك في الفكره، انت لو عندك فكره مختلفه انت بقيت مميز. لكن فين الفكره المختلفه؟ كله بيقدم الافكار نفس هي، ده كمان ممكن اللي تلاقي بيقدم الفكره احسن منك. فانت ايه اختلافك وسط كل دول؟ والله انا هديك امل ان الاختلاف يا صديقي بيكون فيك انت شخصيا. انت مختلف، شخصيتك وطريقتك قدام الكاميرا مختلفة، والمشاهد لو هيتفرج عليك عشانك انت. ودي الحاجة اللي انت لازم تكون حاططها في بالك، ان انت لما تيجي تقدم محتوى تقدم شخصية. المعلومة كده كده موجودة، لكن انت المختلف. ودوت يودينا لنقطة مهمة جدا، قدم اللي بتحبه مش اللي يجيب لك مشاهدات. يعني يا صديقي لما تيجي تفكر تبدأ محتوى، ما تفكرش في المحتوى اللي مشاهداته كتير على السوشيال ميديا، فكر في المحتوى اللي انت بتحبه، لان هو ده اللي هيجيب لك مشاهدات. بمعنى يا صديقي، مش عشان محتوى الطبخ بيجيب مشاهدات كتير وانت ما بتفهمش حاجه في الطبخ ولا بتحب الطبخ، بس عشان مشاهداته كتير فتقدم محتوى طبخ. هي دي الفكره، ده اللي مش هيوصلك لحاجه. لكن لو جيت تقدم محتوى نادر ملوش مشاهدات كتير بس انت بتحبه وبتفهم فيه وبتحب تتكلم فيه، فده هيجيب لك مشاهدات. مالكش دعوه بالمحتوى، اي حد هيتفرج عليك، اي محتوى ليه جمهور، مالكش دعوه بالكلام دوت. المهم انت، المهم اللي هيقدم المحتوى. ودوت بيخلينا نروح لنقطه كمان، ان لو قدمت المحتوى اللي انت بتحبه ده هيخليك تستمر. طب ما الاستمراريه ديت هتيجي منين؟ الاستمراريه هتيجي لما تقدم محتوى بتحبه، لان لو قدمت محتوى انت مش بتحبه وقلت لا ده اصل هيجيب مشاهدات وخلاص، مع الوقت هتزهق ومش هتقدر تكمل فيه. ليه؟ لان انت بتحبوش اصلا. لكن بقى تعال نشوف الجانب التاني، لو قدمت محتوى انت بتحبه فانت هتلاقي ان انت عايز تعمل محتوى اصلا، انت عايز تعمل فيديو كل يوم وتتكلم عن الموضوع اللي انت بتحبه، فده هيخليك تستمر من غير ما تاخد بالك، من غير ما تحس ان الاستمرارية ديت صعبة. فاهم حاجة يا صديقي؟ ان انت تقدم حاجة بتحبها، تقدم حاجة تكون انت فيها. صدقني عملت كده هيجيلك مشاهدات وهتتشهر. ما تفكرش بقى في المحتوى ليه ناس والمحتوى هيجيله جمهوره. في 2026 يا صديقي المحتوى مليان، المعلومات موجودة بالهبل. طب ايه اللي هيميزك؟ اللي هيميزك انت. ونصيحة كمان يا صديقي، حاول تفهم جمهورك. مبدئيا كده جمهورك دوت هو اهم حاجة عندك، زي ما انتوا كده اهم حاجة عندي. فلازم تفهم جمهورك دوت عايز ايه، ولازم تقرب منه على قد ما تقدر. لازم تحسسه ان العلاقة ما بينكم مش صانع محتوى وجمهور، العلاقة ما بينكم علاقة صحوبية. فلازم تعمل مجتمع حلو بينك وبين الجمهور بتاعك. نصيحة كمان يا صديقي، لازم تتعلم. السوشيال ميديا زيها زي اي شغلانة، محتاج ان انت تتعلم فيها حاجات كتير. تتعلم كل حاجة، تتعلم ازاي تكتب الفيديو، وتتعلم ازاي تصوره، وكمان تتعلم ازاي تقدمه وانت بتصور، يعني طريقة التقديم. وكمان لازم تتعلم المونتاج، وكمان لازم تتعلم المنصات او الخوارزميات بتاعت منصات السوشيال ميديا، عشان لما تيجي تنزل الفيديو تبقى عارف انت بتنزل ازاي، ما بتنزلش كده وخلاص. كل دي حاجات لازم تتعلمها.
امال ايه يا صديقي؟ انت فاكر ان الموضوع سهل؟ قلت لك المنافسه شديده، لازم تتميز، لازم تبقى وسط كل المبدعين دول انت مميز، لازم تخلي في حاجه تقول للمشاهد انه يختارك. انت يا صديقي مش محتاج تبقى احسن واحد في مجالك، كفايه انك تبقى في حاجه بتميزك، كفايه انك تبقى صادق مع الجمهور بتاعك، وده اللي هيخلي الناس تثق فيك، وده اللي هيخلي الناس ترجع لك، وده اللي هيخلي الناس تتفرج عليك. لازم يكون في احساس بينك وبين الجمهور بتاعك. فصناعه المحتوى يا صديقي زيها زي اي شغلانه، محتاج انك تتعلمها وتدرسها وتفهمها وتقدمها باحسن شكل، بس في نفس الوقت هي شغلانه معتمده عليك بشكل كلي، معتمد على شخصيتك. فلازم تكون انت وانت بتقدم المحتوى، ما تتصنعش عشان ده بيبان قوي وده هيوقعك. تقريبا دي اهم النصايح اللي لازم تعرفها عشان تبدا صناعه محتوى. وبس كده يا صديقي. لو في اي موضوع عايزني ان انا اتكلم عنه في الفيديو الجاي اكتب لي في التعليقات وشاركني رايك بقى في اي حاجه، لان رايك دوت مهم عندي جدا، سواء بقى رايك في المحتوى، رايك فيا انا، المهم اكتب لنا رايك. طبعا لو انت لحد دلوقتي ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه، ولو ما عملتش لايك على الفيديو دوت فانا زعلان منك. ما تعمل لايك يا صديقي. وبس كده، خلاص بقى، يلا باي.